بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين. خلاص ايام وعيد الفطر يهل علينا. ابتدينا مخبوزات العيد كلنا. النهاردة هنعمل كحك العيد بكيلو دقيق ونص كيلو سمنة وثلاث معالق سمسم ومعلقتين سكر ومعلقة صغيرة خميرة فورية ونص معلقة بيكنج باودر ورشة ملح وكيس نيدو ونص كيلو زيت. نص كيلو سمنة، اسفة، نص كيلو سمنة. السمنة بدرجة حرارة الغرفة، ولازم نوزن السمنة كويس والدقيق عشان النتيجة تطلع مظبوطة. هنا بنحط المكونات كلها على الدقيق. حطينا 3 معالق سمسم، ممكن السمسم تزوديه براحتك، ما بيأثرش خالص على الكحك. وحطينا معلقتين سكر ومعلقة صغيرة خميرة فورية ومعلقة ونص معلقة بيكنج باودر ونص كيلو سمنة. نحاول نوزن السمنة ضروري يا جماعة، حتى لو ما عندكيش مسقال ممكن توزنيه عند اي البقال القريب من عندك عشان النتيجة تكون مظبوطة. هنا حطينا السمنة على البارد، ما غليناش السمنة. لما بنغلي السمنة ونحطها على الدقيق بيكون لو اكلنا الكحك بيعمل كده، بيتعب المعدة ويعمل ممكن حموضة. اما السمنة على البارد بتكون، او الكحك على البارد بيكون مريح خالص على المعدة. اذا كان عملنا كميات كبيرة لازم السمنة نغليها عشان طعم الكحك ما يغيرش. بعد ما حطينا السمنة على الدقيق والمكونات كلها بنحاول نبس الدقيق. يعني ايه بنبس الدقيق؟ نحاول ندخل الدقيق والسمنة مع بعض كويس خالص. عشان كده احنا في الصعيد بنسمي الكحك ده المبسوس. يعني ايه مبسوس؟ يعني بسناه كويس خالص. وكل ما تبسيه اكتر بيكون نتيجة الكحك مضمونة كده وحلوة، والكحك دايب خالص معاكي. اهو بنحاول ندخل السمنة كويس خالص خالص في الدقيق. وحطينا هنا سمسم وحطينا سكر وحطينا خميرة فورية وحطينا بيكنج باودر ورشة ملح. لسه ما حطيناش اللبن ولا المية. اللبن ممكن يكون سايل معاكي، انا ما كانش عندي لبن سايل، حطيت كيس لبن زي ما انتوا شايفين، وكان طعمه حلو وتحفة بجد خالص. نحاول نطول كده شوية في بس الكحك. ريحة المخبوزات العيد دي حكاية، والأولاد بيفرحوا بيها خالص. وممكن تشاركيهم معاكي، يعني ينقشوا الكحك معاكي بيفرحوا خالص بالمخبوزات دي. شايفين اهو، ببس الدقيق ومش بنعجن، بنبس كده كويس خالص. بعد ما خلصنا بس الدقيق حطينا عليه كيس اللبن، ادى طعم خرافة بجد للكحك او المبسوس. وبعد كده حطينا نص كوباية مية. لو في لبن سايل نحط ربع كوباية لبن سايل ونص كوباية مية. هنا نلم الدقيق، مش بنعجن، بنلمه كده لغاية ما يختفي المية اللي حطيناها واللبن. مش بنعجن خالص الكحك، بنلمه كده حلو. كل سنة وانتم طيبين. رمضان بجد عدى بسرعة خالص خالص، ضيف خفيف ومبيطولش علينا، وايامه كده حلوة واحساس جميل خالص. ايام رمضان وتحضير الفطار وكده بجد ايام جميلة، ربنا يعودها علينا يا رب كلنا. هنا بعد ما خلصت ودخلت المية واللبن كويس في الدقيق، هجرب صينية صغيرة. بسخن الفرن لغاية ما بخلص الصينية دي، وبخلي درجة الحرارة 180. الكحك ده كحك سادة، مفهوش اي حشو، كحك سادة خالص. الكحك بياخد وقت على الغريبة والبيتي فور في الفرن، بياخد وقت شوية في السوا على درجة حرارة 180. وبحطه على الرف، بشغل شواية والفرن من تحت عشان يستوي حلو معانا كده. احنا ونشوف، هجرب نشوف النقشة هتستمر ولا هتروح. لو راحت النقشة يبقى العجينة مش مظبوطة، ولو زادت الحجم يبقى العجينة كده مش مظبوطة معانا. شايفين بقطعه صغنن كده، ما بحبش الحجم الكبير.
حطيته في الفرن وكانت نتيجته جميلة خالص ودايب دوب فظيع بجد. كانت النتيجة حلوة والريحة حكاية بجد، ريحة السمنة كده فايحة وطعمه جميل جدا. بعد ما اتأكد ان النتيجة حلوة كده ابقى اكمل الكمية الباقية. عملت اصل باقي صوت الراجل اللي فيه. الصواني للاخر ونقشنا كده مع بعض انا واولادي وحطيته في الفرن. شوفوا شكله جميل جميل خالص، والنقشة زي ما هي ما اتغيرتش خالص والحجم زي ما هو. وعملت شوية اشكال هنا عندي كام قطعة كده على شكل قلب وعلى شكل وردة، ادت شكل حلو خالص للكحك. انا عندي كذا شكل للقطعات فاستخدمتهم في تشكيل الكحك. وبعد ما بقطع بالقطاعة بنقشهم كلهم كده. كمية حلوة، عملتها كيلو دقيق، مش كمية كبيرة بس حلوة معقولة للبيت كده. لما تعملي كذا نوع وكمية صغيرة احسن ما تكتري من نوع واحد. اهو انتوا شايفين اهو الكمية من كيلو دقيق، كمية حلوة معقولة خالص. بعد كده بيكون عندي سكر بودرة وبحط على السكر بودرة شوية حبهان وبطحنهم كويس، وبعد كده برشهم على الكحك. في ناس بتشيل الكحك زي كده لما تكون كمية كبيرة عشان السكر ما يتغيرش طعمه مع الكحك. انا الكمية صغيرة رشيت عليه كله السكر. شايفين دايب دوب خالص مش مستحمل اهو، جميل جميل جدا. كل سنة وانتم طيبين، يا رب يكون عيد سعيد علينا كلنا وعلى الأمة الإسلامية، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. إلى اللقاء في فيديو آخر في رعاية الله.